صباح الفل. حلقه جديده من فلوليكس، وزي ما اتعودتوا دايما عناوين غريبه، وهو ده اللي بيشدكم اصلا يعني. ده بغض النظر عن البرنامج جامد جدا، وهو ده التواضع. حلقه برنامجنا النهارده اسمها هزها تجيب رزقها. طبعا الناس ضحكت جدا وناس فهمتها غلط، فاصبروا بس تقالوا شويه هتفهموا الموضوع بيتكلم عن ايه. كلنا فضلنا سهرانين او مش سهرانين، يعني قاعدين بنتفرج على التلفزيون، بس احنا في ناس ياما سهرونا قالوا لنا في اكتشافات في الهرم وبتاع، وفي الاخر حصل حاجات مش ولا بد. المهم دلوقتي شفنا موضوع فيليكس وهو بينط من فوق كوكب الارض، مش عارف ب 36 كيلو ولا بكام، يعني حاجه كبيره جدا. الغريب بقى ان لقيت في الشعوب العربيه، مش في الشعب المصري بس، في الشعوب العربيه حاجه غريبه قوي. نرجع ورا شويه نشوف عباس بن فرناس لما ركب جناحين وقال هيطير، يا عين الراجل وقع مات، بس ده كان نتيجه اختراع يعني. عندنا في الشعوب العربيه ركزوا في ناحيه غريبه جدا، وهي انه هل هو لما وقع ده كده ميت كافر يعني انتحر، ولا هو كان في سبيل العلم فميت موتة عاديه، ولا هو ميت شهيد؟ دي كانت كل قضيتنا. في نفس الوقت الاخوان رايت عملوا الطياره، وطبعا كان اختراع كلنا دلوقتي شايفين هو وصل لايه. تاني حاجه الاستنساخ، الناس استنسخوا النعجه دولي، لعبوا في الجينات جدا، قد ايه العلم اتطور فيها. هنا عندنا قال لك لا حرام، يعني هو بغض النظر عن حرام او لا، بس ازاي الناس دي قدرت تتحكم في الحاجات دي؟ هو ده العلم في حد ذاته. بلاش دي حرام. موضوع الاعضاء البشريه، بره لما حد بيتوفى بيستخدموا اعضائه دي عشان حد تاني ينعم بحياته بيه. طبعا عندنا الموضوع حرام. ليه هو حرام؟ يعني هو في الاخر حرام، مع ان ممكن واحد يبقى محتاج كليه، محتاج قلب، محتاج عين. اعتقد ان هيبقى ثوابه كبير قوي اللي اتبرع بعينه ده لحد تاني يعيش بيها حياته كلها، وقد ايه هيدعي له وقد ايه هيستفاد بيها. فليه ما نفكرش في الموضوع شويه ونشوف فعلا هل هو حرام ولا حلال؟ بس نبتدي بقى نشغل دماغنا زي بره. نروح لحاجه تانية، البرادعي. قد ايه الراجل ده خطير والعالم كله بيكرمه، وشخصيه ما حصلتش في العالم كلها. احنا عندنا هنا ملوش لازمه. ليه؟ اصله بس انجلينا جولي من بقها. ده كلام؟ ده كلام يا جماعه؟ حاجه في منتهى السفاله يعني. ما ياكلش معانا الراجل ده، ما ياكلش. غيره الفتاه المسحوله. مش هتكلم عن الثوره بخ خلاص راحت، بس قد ايه العالم كله تعاطف معاها، وان ازاي بنت يحصل فيها كده. احنا كان لينا راي مختلف تماما. هي ايه اللي وداها هناك اصلا؟ وايه اللي يلبسها عبايه فوق يعني على اللحم؟ ده كلام؟ دي قصده ازاي يعني؟ غيره هتنقط المرأة. قد ايه كائن لطيف ورقيق، والعالم كله يعني شوفوا في فرنسا بيعاملوا المرأة ازاي، في امريكا، في انجلترا. المرأة دي يعني رمز للجمال والرقة في العالم كله. احنا هنا علاقتنا بيها لما واحد بيشوف واحدة في الشارع بيقول لها ما تيجي ونجيب بليجي، يعني هو ده علاقته بيها. او في غيره بيقول لها ما يلا ونسميها نعمة الله، ما تيجي ونروح ونسميه ممدوح. يعني هو الموضوع كله منحصر في حتة واحدة، تفكير شمال، كله في حتة واحدة شمال، انا بعمل هي شمال. نيجي بقى لموضوع حلقتنا، فيليكس. كل الناس قاعده بتتفرج في العالم كله يشوفوا الارقام القياسيه اللي هيكسرها، وهيعلم على نيوتن، ونيوتن ده خلاص بقى بح. الشعب المصري او الشعب العربي كان قاعد بسبب واحد يشوفه هيموت ولا لا، يعني هل لما وهينزل على ايه. يعني في ناس توقعت انه ممكن ينزل في اول فيصل مثلا، فساعتها كان هيطلع من غير الباراشوت، وعالم كان ممكن يطلع من غير ايه تاني. غير كده بقى عندنا لقينا حاجه غريبه جدا. البنات كلها حطت صورة فيليكس عندها على الديسبلاي، يعني هو مش عارف صاحبك فين، خطيبك، جوزك، الكلام ده كله كان فين يعني؟ ولا هم في النمسا؟ ما هو فعلا في النمسا بينطوا بيجيبوا مليارات. عندنا هنا شبابنا يتنطط ما بيجيبش غير عيال، يعني ما هي ده وحاجة زي الخرا على دماغنا في الآخر، يعني هنودي السكان دي فين؟ فالنط بتاع المليارات أحسن، يعني يا ريت شبابنا يوظف طاقاته في حاجة تفيد البلد. المفاجأة بقى، مفاجأة خطيرة ما كانش حد يتوقعها. في ناس اكتشفت ان خير اللهم اجعله خير فيليكس وهو فوق في الكبسولة. هو اتأخر شوية لو انتوا تلاحظوا، فعلا هو فعلا هو اتأخر في النطة. ليه بقى؟ بيقولوا ان هو سمع الأذان فوق فأسلم، أشهر إسلام وهو فوق في الكبسولة. فطبعا لما أسلم اتردد بس شوية قبل ما ينط، ولما نط بقى قال لهم ان هو، حتى انتوا تلاحظوا هو لما نزل على الركب وهو ما كانش خايف ولا حاجه ولا كان مزنوق، ده بيقولوا كان عايز بقى يسجد زي ابو تريكه وكده. وهم بقى بره مكتمين على الموضوع. اذان ايه يا ابن المرة اللي سمعوا فوق الساعه 9 بالليل؟ اذان ايه اللي سمعوا فوق يعني
خلاص هو ده هو كده اسلم. يا ريت نبطل فتي، بطلوا فتي الله يخرب بيومكم. من هنا بقى جه موضوع حلقتنا. فيليكس لو بيوجه كلمه للشباب المصري هيقول له هزها تجيب رزقها. هي ايه؟ رجله، يهز رجله ويحرك نفسه ويفكر بدماغه ويعمل حاجه. يعني الراجل ده طلع نط مش عشان هو عندنا في مصر يقول لك ده اللهم صل على النبي بقى مليونير. مليونير ايه يا جدعان؟ الراجل ده طالع مش عشان كده، الراجل ده بقى له كام سنه بينط من كام برج، يعني هو عملهم كويس يعني، ما كانش واقف على دي. بس الراجل ده عايز يعمل حاجه علميه، فيا ريت نهزها شويه كده ونجرب نعمل حاجات جديده. اعتقد ان الموضوع هيفرق معانا وهيفرق مع مصر. يا ريت نعمل حاجه تفيد مصر شويه. انما احنا بقى طبعا ازاي يعني جاي لنا اسئله كتير قوي. يعني احنا فراعنه صحيح، احنا فراعنه. وفي واحد اهو بيقول لي احنا بنينا الاهرامات وبنينا المسلات وبنيت ايه تاني؟ والمتحف. متحف ايه يا ابني؟ ده احنا اللي بانيينه. يعني هو قصده ان في اثار محطوطه فيه. طبعا احنا عندنا خميره تقيله مكتمين عليها تكفينا 7000 سنه قدام. فعيب يعني ان احنا نشتغل ونهز رجلينا ونفكر بدماغنا. احنا فراعنه يا اخوانا، والقرعه بتتعايق بشعر بنت اختها زي ما بيقولوا. يا ريت بقى ننسى موضوع الفراعنه ده ونعمل حاجه جديده. اخر حاجه بقى بالنسبه لنيوتن، ضيع سنين حياتنا وغير مسار طريق طلبه من كليات لكليات تانية بسبب القانون بتاعه الزفت ده اللي ما كناش عارفين نحفظه. طبعا نيوتن انا ما اعرفش هو ممكن يكون بيقول ايه دلوقتي، بس اعتقد يا نيوتن ان ما حدش بينجرح قوي غير لما فيليكس بيحط عليه قوي. وطبعا موضوع التفاحه ده منتهي، انت عارف طبعا التفاحه دي نحطها فين بعد كده. اخر حاجه بقى الناس اللي بتتفرج علينا، انا مش هفهم معاكم ايه. يعني بالنسبه للشير، انت لو عملت شير هو ببلاش على فكره، يعني هو فور فري. اليوتيوب عمل الموضوع ده والفيسبوك. فاللي مش هيعمل شير انا هغزه. هغزه. شايفين ده؟ اعملوا شير، اعملوا شير، خليكم حلوين. استنوني في الحلقه الجايه من فلوليكس. سلام.